مجرد تفكيرهم في بيع النادي كان بمثابة أعياد للجماهير التي عانت على مدار سنوات طويلة. أضاعوا هيبة الشياطين وحولوا مسرح الأحلام إلى مدينة الكوابيس. بالأرقام والتواريخ، 18 عاماً من الضياع كانت السر وراء إصرار جماهير مانشستر يونايتد على بيع عائلة غليزر للنادي الذي نسي طريقه إلى منصات التتويج. معاناة كبيرة يعيشها جماهير نادي مانشستر يونايتد على مدار السنوات الماضية، بعدما تحول الشياطين الحمر إلى حملان وديعة لا يخشاها أي منافس على الإطلاق. مجرد إعلان غليزر نيتهم بيع نادي مانشستر يونايتد كان بمثابة عيد لجماهير النادي الإنجليزي، والتي قامت بالعديد من الاحتجاجات ضد هذه العائلة على مدار سنوات طويلة. عام كامل تقريباً ولم ترحل العائلة الأمريكية عن ملكية النادي الإنجليزي حتى اليوم، وما زالت الاحتجاجات مستمرة من جانب الجماهير التي تطالب برحيلهم في أسرع وقت. حتى الآن فإن الأقرب للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الشيخ القطري جاسم، لكن الأمر في الوقت الحالي يتوقف على جدية العائلة الأمريكية في مسألة بيع النادي من الأساس. في عام 2003 اشترى مالكوم غليزر الحصة الأولى في نادي مانشستر يونايتد، ولا أظن أنه سيكون أمراً غريباً عندما نقول إنه في نفس اليوم خسر اليونايتد كأس الرابطة لصالح ليفربول. ولم تتجاوز وقتها حصة العائلة الأمريكية 2.9% من النادي. من شهر آذار مارس إلى نوفمبر تشرين الثاني أصبحت عائلة غليزر تملك 15% من مانشستر يونايتد، بينما امتلكوا 75% من النادي عام 2005، وألغوا كونه شركة مساهمة عامة وشطبوه من بورصة لندن وأصبح ملكهم تماما. شهر واحد وتمت عملية الاستحواذ تماماً، وهو ما قابلته الجماهير بغضب شديد. وفي هذه الفترة كان مانشستر يونايتد مديوناً، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً، وبلغت ديونه 660 مليون جنيه استرليني، بخلاف ما يتجاوز 60 مليوناً كفوائد. احتجاج قاده 300 مشجع ضد هذه العائلة في أول أيام الاستحواذ التام على النادي. جرى تعيين الأبناء إفرام وجويل وبريان مديرين تنفيذيين في النادي، بينما عين الابنان الآخران كيفن وإدوارد إلى جانب لابنة دارسي في مجلس الإدارة عام 2006. توج نادي مانشستر يونايتد ب3 ألقاب متتالية من الدوري الإنجليزي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا في عام 2008، ووصل إلى نهائي البطولة في العام التالي. وساهم بيع رونالدو إلى ريال مدريد ب80 مليون جنيه استرليني في مساندة النادي مالياً. رغم كل هذا فإن النادي زادت ديونه من 660 مليوناً إلى 716 مليون جنيه استرليني، ومع إعلان الإدارة نيتها إعادة تمويل الديون ثارت الجماهير مرة أخرى وبدأوا في ارتداء ألوان مخالفة للنادي احتجاجاً على هذه العائلة. مع قدوم عام 2013 واعتزال الأسطوري سير أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق منذ عام 1986، تولى ديفيد مويس مدرب إيفرتون وقتها إدارة الجهاز الفني بناء على توصية من فيرغسون. عام واحد فقط وتمت إقالة ديفيد، خصوصاً وأن بدايته كانت صعبة وتعرض لهزائم ثقيلة مع الفريق، ولم ينجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1992. وفي نفس العام انضم مروان فيلايني فقط لصفوف الفريق الذي لم يحظى بأي تدعيمات أخرى. طوال هذه الفترة عاش اليونايتد حالة كبيرة من التخبط، وزادت الأمور تعقيدا مع انضمام مانشستر يونايتد إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي بناء على قرار ملاك النادي في عام 2021. المسابقة البديلة لدوري أبطال أوروبا كان ملاك النادي أحد المؤيدين الرئيسين لها، وفي خلال 48 ساعة فقط انسحب الفريق إلى عدة أندية إنجليزية من هذا المشروع نتيجة معارضة الجماهير الإنجليزية. الاحتجاجات زادت توسعا ضد عائلة غليزر، واقتحم الجماهير ملعب أولد ترافورد، وتأجلت مباراة الفريق ضد نادي ليفربول بسبب هذه الاحتجاجات الكبيرة.
ملاك مانشستر يونايتد أعلنوا في العام الماضي أنهم يعيدون تقييم وضع النادي ويعملون على المراجعة الاستراتيجية، وهو ما يتضمن خيار بيع النادي في الفترة المقبلة. جماهير مانشستر يونايتد أقامت الأعياد وأطلقوا الألعاب النارية في محيط مسرح الأحلام، فرحاً باحتمالية رحيل هذه العائلة عن ملكية النادي قريباً. وفي العام الحالي ظهر متنافسان اثنان لشراء النادي، هو رجل الأعمال السير جيم راتكليف والقطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثان. وبعد العديد من المفاوضات قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثان عرضه النهائي، وهو ما جعله المرشح الأقرب لشراء مانشستر يونايتد بالفعل، إذ أنه يزيد عن 5 مليارات جنيه استرليني، لكن ملاك النادي يرغبون في الحصول على 6 مليارات. مانشستر يونايتد في أيلول سبتمبر الحالي خسر ما يقرب من 10 مليارات جنيه استرليني نتيجة انخفاض سعر أسهمه في البورصة بنسبة 18%، نتيجة ظهور تقارير تشير إلى نية العائلة الأمريكية إخراج النادي من البورصة.